اهلا ومرحبا بكم في لاشين ماستروك، اول شين ديال الاسترونومي بالدارجه. اليوم بغيت نوري لكم اهم اوبسيرفاتوار في المغرب اللي هو المرصد اوكيمدن، اللي بفضلو قدروا العلماء يديروا اكتشافات علميه مهمه بزاف. الا ما كتعرفوش فين جات اوكيمدن، راه هي واحد القريه في اقليم الحوت في الاطلس الكبير في جوايه ديال مراكش. هاد القريه متواجده في ارتفاع 2750 متر، معروفه بستاسيون سكي للناس اللي كيعجبهم يتزلقوا في الثلج. اللي كيهم العلماء ديال الفلك في اوكيمدن هو ان هاد القريه جات في وسط الجبال ديال الاطلس، وما دايرش بها بزاف ديال المدن كبار، يعني التلوث الضوئي ضعيف بزاف، اللي كيخلي لي زاسترونوم انهم يقدروا يشوفوا في السماء حتى 250 ليله في العام كامل في ظروف مزيانه. المشروع ديال لوبسيرفاتوار بدا من 1988 بفضل الاستاذ زهير بن خلدون، اللي ساهم بزاف باش لوبسيرفاتوار اوكيمدن يبان، مع المشاركه ديال الجامعه قاضي عياد اللي في مراكش. المهم اللي خاصكم تعرفوا اليوم هو ان هاد لوبسيرفاتوار مشترك مع علماء في بلدان مختلفين في جميع ابقاع العالم باش يستعملوا الموقع ديالو وينستاليو فيه مناظر آلية automated telescopes، اللي كيمكنوا العلماء في اي بلاصه في العالم انهم يتحكموا في هاد لي تلسكوب عن بعد من الحاسوب بفضل الكونيكسيون انترنت اللي واصله حتى مرصد اوكيمدن. الهدف الرئيسي ديال لوبسيرفاتوار هو المساهمه في الابحاث ديال 3 الميادين في العلم الفلك، اللي فيهم علم الكواكب في النظام الشمسي ديالنا اللي كتسمى بلانيتولوجي، وحتى الابحاث ديال الكواكب اللي خارجه عن النظام الشمسي اللي كتسموا الاكزوبلانيتس، والتحليل الطيفي سبيكتروسكوبي ديال النجوم المتغيره. ياك ما جاكم هادشي شويه صعيب، ما تخافوش، غادي نخصص فيديو لهاد العلوم اللي ذكرت لكم في شي فيديو جديده. ايوا تابوناو من دابا باش تتبعوا اخر احداث ديال الاسترونومي بالدارجه. اليوم كاين 5 ديال لي تلسكوب في داخل قبعات اللي كيبانوا لينا في هاد الفيديو، اللي تقدروا تلقاوها في لاشين ديال زهير بن خلدون. التلسكوب الاول بيتو كيكور ديال السعوديه، متخصص بمراقبه ديال الشمس والقمر. التلسكوب الثاني سميتو رنوار ديال اليونيفرسيتي اوف إلينوي في ميريكان، متخصص بمراقبه اليونوسفير ديال الارض. التلسكوب الثالث سميتو اور نت ديال كوريا الجنوبيه، اللي متخصص بمراقبه الهبوط ديال لي ساتيليت والاجسام الصغيره. التلسكوب الرابع سميتو موس موروكو اوكيمدن سكاي سيرفي، اللي مشتركين فيه لو لابوراتوار داسترونومي ديال قاضي عياد اللي في مراكش، لا سوسيتي جوراسيان داسترونومي اللي في سويسرا، وكلودين غينير استرونوم اماتور في فرنسا. موس متخصص مراقبه الكويكبات استرويدز ولي كوميت، وساهم في اكتشاف 1193 جسم كويكبي في النظام الشمسي ديالنا، ومنهم الاسترويد الثنائي 2017 YE5 اللي شكل حدث نادر بزاف، لحقاش تمكن انه يكتشف جوج ديال لي زاسترويد كيدوروا على بعضياتهم وعندهم تقريبا نفس الحجم. التلسكوب الخامس سميتو ترابيست نورث ديال يونيفرسيتي دو ليج في بلجيكا، اللي متخصص في اكتشاف لي زيكزوبلانيت، اللي هما كواكب اللي متواجدين في انظمه شبه شمسيه، يعني بحال النظام الشمسي ديالنا. ترابيست نورث مندمج مع ترابيست ساوث في الشيلي، بجوجهم كانوا العلماء انهم يكتشفوا لاول مره في 2017 3 ديال الكواكب خارجين عن النظام الشمسي في منطقه صالحه للحياه، يعني أن فيهم جميع الظروف الطبيعية باش نقدروا نعيشوا فيهم بحال في الكوكب الأرض اللي حنايا فيه. ومؤخرا لوبسيرفاتوار ديال اوكيمدن صنع مشاركة جديدة مع سبيسيبل، واحد ستارت اب فرنسية اللي باغا تراقب السبيس دبريت او لا حاشاكم الزبل ديال الاجسام الفضائية الانسان اللي كيبقاو ويدوروا على المدار منخفض على الارض ويقدروا يهدوا الرحلات الفضائية في المستقبل. ايوا هانتوما عارفين كل شيء على مرصد اوكيمدن والاهميه ديالو في الابحاث العلميه اللي فسرتها لكم في هذا الفيديو. ايوا ما تنساوش تابوناو في لاشين ماستروك، اول شين ديال الاسترونومي بالدارجه، وتلايكيو وتكومونتيو هذا الفيديو وتبارطاجيو على افراد العائله واصحاب ديالكم اللي حتى هما يقدروا يتهتموا مواضيع الفضاء. باي باي.